الصيادين بمحافظة السويس من تناول بعض أنواع أسماك البحر الأحمر ووصفتها بالسامة. وأكدت النقابة ضرورة توخي الحرص الشديد من الغواصين أثناء الاقتراب منها خلال رحلات الغوص. حصل التسمم في قرية العمدة، أسرة كاملة برضه اصابت، من ضمنهم طفلين في سن الربيع. الأسماك سمك الأراد ما بيبيعوش المحلات اللي هي متخصصة في بيع الأسماك، بيبيعوا البائع الجاهلي. اللي هو سيد جلال محافظ السويس كان أنشأ سوق مجمع كبير للبائع الجاهلين على أساس يجمع، يعني ما يبقاش كله البائع في كل حتة، لا، جمعهم كلهم في حتة واحدة عشان يحكم الرقابة عليهم وعلى منتجاتهم. سمكة القراد أو السمكة الأسد أو الريشية والكهربائية أسماء لأنواع الأسماك التي تحتوي على مادة سامة تصيب الإنسان بعد تناولها مباشرة بتسمم سريع في الدم يؤدي إلى الوفاة إذا تأخرت الإسعافات الأولية. بالنسبة لسمكة الأراد تعتبر هي نوع من أنواع الأسماك السامة المنتشرة في مناطق كثيرة من المسطحات المائية وتحديدا في البحر الأحمر. هذه السمكة تعتبر من الأسماك السامة، ومن يتناول هذه السمكة يعرض نفسه للخطر إن لم يكن هناك أي إسعافات أولية سريعة. وتسببت هذه الأنواع السامة من الأسماك في وفاة أكثر من 4 أشخاص في العام الماضي بمحافظة السويس، في الوقت الذي تباع فيه حاليا بأسواق المدينة بدون أي رقابة. اللي حصل إن بائع معدي في الشارع فلقيته معاه سمك، فعجبني أنا لما أنظر السمك، وعلى إنه سمك عادي، مش ما أعرفش لو أفهم إن هو سمك مسمم. أنا مش هجيب، أنا بطلب من المسؤولين وبطلب من مسؤولين الثروة السمكية إن يكون في توعية. شهر 2 ده هو في سر، وشهر 3 هو مسمم، بينزل في أرض سخنة، السم بتاعه كله بيضرب فيه. ادينا سياده الوزير ادى تعليمات مشدده بمراقبه المنافذ ومراقبه الباعه وتشديد الحملات على الاسواق، وده فعلا الاجراءات اللي بتتاخد، يعني بتنزل حملات، بس برضك نرجع ونقول ان صعب السيطره عليها لانها ما بتتباعش في اماكن عامه وما بتتباعش في اسواق عامه، بتتداول من خلال باعه جائلين تحت انواع معينه من اخرى من السمك. ينتابه القلق اهالي مدينه السويس وخاصه من محدود الدخل الذين يقبلون على شراء تلك الانواع من الاسماك، فهل يتحرك المسؤولون بالمحافظه لمنع بيعها في الاسواق حتى لا تتكرر مأساة العام الماضي، ام ان محدود الدخل كتب عليهم السقوط دائما من دوائر الاهتمام؟ احمد الجمال، الحياه اليوم.